ازيكم يا بنات؟ عاملين يا رب كلكم تكونوا بالف خير. بما ان احنا ورانا الستاره دي والشجره دي يبقى احنا كده موجودين في الكويت. المهم فيديو النهارده زي ما شفتوا طبعا في العنوان. اولا هنعمل اللوك القمر ده اللي انتم شايفينه مع بعض، كله بمنتجات اللي هي بريتي وومن مايت سينما، وكمان هنتكلم مع بعض عن الليب فيلر بتاع مايت سينما والروج الجديد من مايت سينما. اوكي، هنعمل ريفيو عن المنتجين دول وهنعمل الميك اب لوك ده. فلو حابين بقى تعرفوا التفاصيل بتاعه اللوك والريفيو بتاع المنتجين دول اللي قلبين الدنيا من مايت سينما، كيكو الغلابه والليب فيلر، يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر. بس طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. يلا بينا نبدا يلا بينا نبدا. اول حاجه بس همسح الروج اللي انا حاطاه، وانا حاطه حاجه خفيفه قوي عشان بس اوريكم التاثير بتاع الليب فيلر. بصوا هو ده شكل الليب فيلر كده بتاع مايت سينما، تمام اهو. الغريب بقى ان هو العلبه بتاعته مش مكتوب عليها ولا كلمه عربي غير كلمه صنع في مصر اهي. معرفش بقى هتبقى باينه لكم ولا لا، هنا بس مكتوب صنع في مصر. معرفش بقى مايت سينما ايه اللي جرالها انها تكتب كل اللي موجود. هو في العادي كانت بتكتب انجليزي وعربي، بس انا مش عارفه بصراحه ليه كاتبه على الليب فيلر ده كله بالانجليزي. المهم يعني ده شكل الليب فيلر من جوه، يبقى لونه اصفر، وهنا البتاع اللي فوق دي بتبقى بيضه، لكن اللي هو الليب جلوس بتاعه عشان فيه نفس الشكل الليب جلوس دي بيكون لونها بينك كده. بالنسبه بقى للليب فيلر ده سعره كان ب 37 تقريبا عند تونتون. وبيعمل ايه؟ المفروض ان هو بيكبر الشفايف ويخلي الشفايف عامل كده، اوكي. هو ولا ليه 30 لازمه انا بختصر عليكم بقيه الفيديو. بس بصراحه البتاع انا ما حبيتهوش ابدا. انا ما جربتش قبل كده اي ليب فيلر في حياتي يعني عشان اقول ان هو حلو او لا، بس للامانه هو ما عمليش حاجه للشفايف، يعني ما خلاش شفايفي عامله كده، ما كبرهاش. هو بس بيبقى عامل بالظبط اكنكم حاطين شطه. يعني انا من ساعه ما جبته، من قبل ما امشي من مصر، انا تقريبا بقالي اسبوع، يعني اسبوع بالظبط جربته. اول مره ما حسيتش بيه، ما حسيتش باي نتيجه خالص منه. جربته مره كمان برضو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيحرق الشفايف. اوكي، فهو ده كده شكله. هنستخدمه دلوقتي مع بعض، ودي الفرشه بتاعته. هو بالظبط عامل اكنكم حاطين شطه وحاطينها على شفايفكم. انا زي ما قلت لكم ان انا ما جربتش قبل كده اي ليب فيلر. انتوا مجرد ما بتحطوه بيبقى الموضوع حراق، يعني فيه شطه، تمام. انا كده خلاص حطيته. هو ما بيكبرش الشفايف. اللي انا لاحظته ان هو بالظبط زي ما اكننا بنبقى ماسكين مثلا فلفل وناكله، فبتلاقي شفايفكم حرقتكم وتحسوها ان فيها توريمه خفيفه او سنه نفخان خفيفه، لكن غير كده ما بيعملش اي حاجه بصراحه. وحاجه كمان، انا في مره من المرات كنت باكل شفايفي اللي هي كده، انا مش عايزه اكل كده لان هو بيخش على لساني، فكنت باكل شفايفي كده وجيت حطيته. الموضوع كان صعب جدا لان تقريبا كانت شفايفي متجرحه، فالموضوع كان مؤلم جدا. فانتي لو شفايفك مشققه او فيها تعوير او حاجه ابعدي خالص عن البتاع ده، لانه بصراحه انا ما حبيتهوش، يعني مش حاساه فكرته حلوه. اوكي، انا حطيته كده. لو جيت بقى عملت بلساني كده لساني كله اتملى شطه. اما بتبلعوا ريقكوا مكان، يعني عملتوا كده بتبلعوا ريقكوا بيجرح برضو في الزور موضوع الشطه. فلو انتي ما بتحبيش موضوع الشطه او ما بتحبيش احساس الشطه، الموضوع هيبقى رخم جدا جدا. انا بالنسبه لي عادي، باكل شطه عادي جدا وباكل شطه كتير كمان، فما عنديش مشكله معاه، تمام. هو لغايه كده اوكي. بصوا انا ما شفتش ان هو عمل حاجه لشفايفي. هو مش عارفه بقى بصراحه، الكلام مكتوب بخط صغير، فانا مش عارفه المفروض ان هو بيقعد قد ايه على الشفايف او يقعد وقت قد ايه. بس هنعتبر ان انا مثلا قعدت بيه ربع ساعه كده. مجرد ما بجيب منديل واعمل كده الموضوع خلص. يعني مش بيشتغل بعد كده لمجرد ان انا شلت الطبقه الاولى، بيشتغل بعد كده على الشفايف لا. مع اني شفت كومنتات لبنات يعني على الفيسبوك عادي بيتكلموا عليه، يعني مثلا واحده حطت صورته بتسال وبتاع وقالوا لا الله ده جميل. مش عارفه بصراحه جميل من ناحيه ايه، بس انا بالنسبه لي انا ما حبيتهوش خالص.
مش حاسه ان هو يعني قصاد الشكشكه اللي انا بتشكشكها دي بيديني مفعول حلو ان احنا نستخدمه بدل الفيلر والكلام ده كله. وزي ما قلت لكم لو انتوا شفايفكم متجرحه الموضوع هيبقى مؤلم جدا جدا جدا، ف انا ما حبيتهوش بصراحه يعني. جبته بس لمجرد ان انا عايزه اشوف ايه الليب فيلر ده او ايه الليب فيلر اللي بتعمله مايت سينما او اللي قالت عليه مايت سينما، فبالنسبه لي انا لا. طيب لسه بقى في الريفيو بتاع الروج ده، اوكي هيجي معانا دلوقتي، بس ايه نبتدي بقى في الميك اب بتاع الوش. هنيجي بعد كده للفاونديشن. هستخدم معاكم الفاونديشن ده من بريتي وومن، ده درجته 03. انا بقالي كتير ما استخدمتوش. تمام، اخدت كده شويه على البتاعه دي وبفرشه وهبتدي اوزع الفاونديشن. الدرجه اصلا بتاعه الفاونديشن ده حلوه جدا. بعد كده الكونسيلر ده من بريتي وومن، وهبتدي بقى احطه على اماكن الاضاءه. وهستخدم الكونتور ده من مايت سينما، وهاخد الدرجه الغامقه دي. بعد كده هاخد بقى السبونج ونبتدي ندمج كل ده. هثبت كل الوش وهستخدم اللوز باودر دي من بريتي وومن. وبفرشه وهبتدي بقى اشيل الزياده اللي موجوده من اللوز باودر. هاخد بعد كده البلاشر ده من اماندا، ده درجته 11، بس انا بستخدمه ان هو كونتور كريمي، الدرجه بتاعته حلوه جدا. هاخد بعد كده البلاشر ده من فيونيتشي، درجه 106، درجته حلوه قوي، بس برضو هخلي بالي لان هو بيكلبش قوي في الوش. هروح بقى ارسم حواجبي وارجع لكم تاني. وهستخدم للحواجب جل الحواجب ده من بريتي وومن، ده رقمه 2. هروح ارسم حواجبي بسرعه وارجع لكم تاني. خلاص كده خلصنا الحواجب. هنيجي بعد كده لرسمه العين. اول حاجه هستخدم اللي هو الروج ده من مايت سينما اللي هو شبه كيكو، لسه مش هنيجي عليه الريفيو بتاعه دلوقتي. هستخدمه على جفن العين المتحرك عندي، هستخدمه كبيز يعني للاي شادو، وهبتدي احط منه طبقه كده على جفن العين المتحرك كله. ليه بقى بنحط البيز الكريمي او بنحط روج او بنحط جل حواجب مثلا، اي حاجه كريمي بنحطها عشان نتقل اللون اللي احنا هنحطه واللون يبقى واضح جامد معانا، مش ان هو بس ناخد من الاي شادو الباودر بس ونحطه، اللون كده بيبقى شكله اتقل بكتير. تمام، خلاص كده حطيت على الجفن المتحرك عندي. هاخد بقى فرشه دمج كده، ما تكونش منفوشه قوي يعني ماسكه نفسها شويه، عشان ابتدي ادمج بيها بس الاطراف على خفيف قوي، عشان مش عايزه الشكل يكون محدد معايا، انا بس عايزه ادمج كده عشان اهيئ الجفن معايا على اللون الباودر اللي انا هحطه. هاخد بعد كده الباليت دي من بريتي وومن اللي هي باليت الايس كريم، وهاخد الدرجه، ممكن اخد الدرجه دي بفرشه تكون مبططه خالص، وهبتدي اطبطب اللون نفسه على الروج اللي انا لسه حاطاه.
اوكي بصوا اللون بقى اتقل واضح ازاي. العين التانية برضو بنفس الطريقة. بصوا احنا هنا ملخبطين بس مفيش مشكلة، يعني هنظبط كل ده بالباودر. بعد كده هاخد بقى فرشة دم كده كبيرة ونضيفة، وهاخد الدرجة دي استخدمها كلون انتقالي، وفي نفس الوقت هدمج بيها الطرف بتاع اللون ده. تمام. اول حاجة هحطها بس بالطبطبة لان انا مش مثبتة جفن العين عندي باودر خالص. هنحط بس الدرجة كده نطبطبها. تمام. وندمج بقى الاطراف كويس. طبعا واحنا بندمج بنلاقي اللون اللي معانا خف شويه، فعادي جدا ان احنا نزوده، نتقل يعني اللون اللي احنا حاطينه زي السموكي كده، ونرجع برضو ندمج تاني لغايه اما نحس ان الدرجه معلش لغايه اما نحس ان الدرجه بقت مظبوطه معايا. هاخد الفرشه اللي هي الفلات دي واتقل اللون شويه. ونبتدي برضو نرجع ندمج تاني. مش عارفه، حاسه ان انا عايزه اعمل اللوك مات، وفي نفس الوقت انا بحب الالوان الشمر. بس اوكي خلينا نوقف بس لغايه كده. هاخد بس الفرشه دي. هاخد بعد كده الكحل الاسود ده من بريتي وومن، وهبتدي احطه جوه العين. ونكتر كحل اسود. هاخد الفرشه اللي هي الفلات واحط اللون اللي انا حطاه على جفن العين الثابت، وبالراحه جدا هبتدي ادمجه مع الكحل، او ممكن بس احط اللون وبعد كده اجيب فرشه تانية ادمج بيها. هاخد بعد كده فرشه مبططه وابتدي ادمج كويس تحت العين. هاخد بعد كده الايلاينر ده من اسنس. هو الايلاينر ده مش وحش، مش حلو خالص قصدي. بصوا بيكون ناحيتين، ناحيه قلم كده والناحيه التانية بتكون زي بتاع كده صغيره، برضو زي بتاعت ايلاينر صغيره. بس الايلاينر ده مش وحش، مش حلو خالص. عماله اقول مش وحش مش وحش، لا مش حلو خالص، وحش جدا. هرسم بس بيه وينج كده من هنا. هاخد بعد كده اللي هو الجليتر، الايلاينر الجليتر الصغير ده، وهبتدي احطه في اول العين من تحت. انا اول مره هجربه، فاستنى اجيب المروحه واجي. انا عشان اول مره هجربه فهخلي معايا المروحه كده انشفه بسرعه بيه عشان ما يهببش تحت العين. بصوا كده ده شكله، درجته اهي. خلينا نجربه. باين؟ اظن كده باين صح. نحط بس في النص الاولاني كده من العين وانشفه بالمروحه. بعد كده هحط الماسكارا واركب الرموش وارجع لكم تاني. وهستخدم الماسكارا دي من انجريد. هاخد بعد كده الكومباكت باودر دي من فيونيتشي، دي درجتها 101. وابتدي بقى انضف بيها الوش كله عندي. راحت فين؟ هاخد كده الباف سبونج، هشيل بس الزياده اللي موجوده ونبتدي ننضف. وبفرشه وابتدي بقى اشيل كل الزياده منها. هاخد بعد كده الفيكس سبراي ده من مايت سينما، وابتدي اهدي بيه شكل البودر الموجوده خالص. مش عارفه بيبخ فين، بخ عندي. هاخد بعد كده الهايلايتر ده من ماريلو. هو الهايلايتر ده كوبي، كان سعره 50 جنيه بس كان تقريبا من سنتين او حاجه كده. والهايلايتر ده بجد
جبار جبار. هو كوبي بس ما فيهوش ولا نقطه جليتر، وبجد حلو قوي. بصوا جماله. وبفرشه صغيره احط بقى حبه حلوين في مدمع العين كده. هنيجي بعد كده للروج بتاع النهارده، وهو روج كيكو الغلابه اللي هو من مايت سينما اهو كده. ده شكله اوكي، يكون كده شكله من جوه. طيب الروج ده بقى ايه حكايته؟ حكايه برضو اتعمل له عليه ضجه كبيره زي اللي هو الروج بتاع دبل تاتش بتاع مايت سينما. بالنسبه للروج ده انا جبته من بنوته اسمها ميرو فاشون، هي هو والليب فيلر. اوكي الليب فيلر كان عندها ب45 والروج كان ب60. الليب فيلر كان موجود عند تونتون ب37، في فرق بسيط قوي. لكن الروج انا رحت قبل ما اسافر بيوم بالظبط، كان تونتون منزل عروض، فروحت قلت اجيب منه شويه حاجات كده بقى واعمل لكم بقى فيديو بيها لما ارجع الكويت. ف كان موجود الليب فيلر عادي واخدته من هناك. انا جبت اتنين ليب فيلر، واحد ليا واحد لاختي، فجبت واحد من تونتون. وكانت البنوته اللي هتبعت لي الروج والليب فيلر كانت هتبعته لي يوم السفر بتاعي بالظبط، وانا كنت مسافره تقريبا في حدود الساعه 6 المغرب. فلما عملت الاوردر كان تقريبا يوم الثلاث، فقلت لها يعني حتى لو انا ما استلمتوش حد من عندي في البيت هيستلمه كده. وخلاص قلت هسيب الليب فيلر لاختي، يعني انا قلت اللي هلاقيه في وشي هجيبه من الاخر. المهم الروج ده كان موجود عند تونتون برضو في حدود الحاجه و30 او 40 مش فاكره بالظبط. بس الفكره في ايه بقى؟ ان انا كان في يعني انا دخلت اوكي في بنت جت بعدي وانا شايفاها وانا ما اعرفهاش، بس شكلها ملحوظ لانها شعرها كان قصير كده ودخلت بعدي وانا شايفاها. المحل ما كانش مليان، كان هما بيفتحوا الساعه 12، انا كنت 12 ونص هناك. فسالت على الروج ده قالوا لي خلصان. اوكي البنت اللي جت بعدي اللي هي مش شعر قصير، هي تقريبا تعرف حد هناك او الله اعلم مش عارفه. المهم انا ما شفتهاش وهما بيدوها الروج ده، فخلاص لفيت وجوه تونتون واخدت اللي انا عايزاه وواقفه بحاسب. فالبنت جت تحاسب بعدي، فانا وهي وقفنا، انا في كاشير وهي في كاشير، فهي طلعت الروج ده واديته للبنت الكاشير. راحت البنت الكاشير قالت لها، بقت تكلمها كده ومبرقه لها تقول لها كده تفضحي اسرارنا او حاجه كده. فالبنت بتقول لها طب اعمل ايه؟ هدولك ازاي عشان احاسب عليه؟ طب يعني انتوا مخبيين الروج ليه؟ بتدوا الناس وناس ما اعرفش. انا ده ضايقني جدا، حاجه ضايقتني جدا، بس ما كانش عندي وقت للخناق بصراحه، ما كانش عندي اقف اقول لهم ليه ومش ليه. وغير كده اكيد هيبقى لهم مليون حجه يعني. بس هي فعليا البنت دي كانت جايه بعدي، انا وقفت سالت على الروج واخدت الليب فيلر بعمل كده. البنت سالت على الليب جلوس وفعلا اخدت واحده، ما سمعتهاش وهي بتسال على الروج ده. بس احنا اتنين تقريبا يعني انا داخله قبلها بكام دقيقه، ليه ادوها الروج؟ ليه؟ ليه يبقوا مخبيينه لناس وناس؟ بس هي الفكره كلها في كده، والحركه دي ضايقتني جدا يعني. ده كان في الفرع بتاع تونتون اللي في فيصل. اوكي المهم يعني انا كده كنت طالباه من بنوته اسمها ميرو فاشن. كنت طالبه واحد من ده وواحد من ده، واللي جبته من تونتون اللي هو الليب فيلر اديته لاختي. المهم عشان ما نخش في تفاصيل كتير، نيجي بقى للروج ده. برضو معمول له نفس القلبان بتاع الروج اللي هو الدبل تاتش ودعايه وكيكو الغلابه ومش كيكو الغلابه والكلام ده. الروج ده انا قلت لكم حلو، هو فعلا حلو. والحلو اللي فيه ان هو فيه روج وفيه ليب جلوس، وفعلا الليب جلوس بتاعه ثابت شويه، مش ان هو مجرد ما بتحطيه تمسحيه بيفضل فيه لون يعني. حتى لما بنمسح الروج بيفضل فيه لون على الشفايف. تمام. بالنسبه للروج ده بقى، الروج ده وحش جدا، مش وحش عشان بس نبقى صريحين، مش وحش. الروج ده زيه زي كل الارواج بتاعت مايت سينما العاديه حرفيا، ريحته، ملمسه على الشفايف، شكله على الشفايف. يعني هما بيعملوا نفس فكره الفاونديشن بالظبط. نزلوا فاونديشن قبل كده كان حلو لطيف، بعد كده بقى يغيروا شكل العلب وهو نفس الفاونديشن. هي الفكره ان هما عملوا الروج ده بنفس الروج اللي جوه العادي بتاع مايت سينما، بس حطوه في الروج اللي شبه كيكو. بس هي دي الفكره. وعشان كده انا كنت مراهنه نفسي ان الروج ده هيطلع وحش، مش عشان حاجه، بس عشان افوروا
وغير كده القلبان اللي اتعمل على الروج ده وان هو سعره يوصل ل 90 جنيه، انا سمعت ناس دلوقتي بتقول ان هو بقى ب 100 جنيه وبنات بتشتريه، حرام والله بجد. يعني الروج ده نازل في تونتون، اول ما نزل كان 37 جنيه، ليه يوصل سعره 100 جنيه؟ فانا مش عارفه بصراحه. بس الروج ده بالنسبه لي الروج عادي جدا جدا جدا، زيه زي ارواج ميه سينما كلها، اما بتحطيه بيأكسد لونه، بيغمق يعني، بيأكسد على الشفايف، بيبتدي يقشر من النص من هنا. فانا بالنسبه لي الروج ده عادي جدا 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 جدا. اوكي، خلينا بقى نجربه مع بعض. دي درجته 205، وزي ما وريته لكم هو نفس الليب فيلر بالظبط. ده بيكون شكل الفرشه كده بتاعته، ودي الدرجه. هو الروج مات تماما، ما فيهوش اي جلوس ولا اي حاجه. الروج بعد شويه هتلاقوا الدرجه بتاعته غمقت. دي درجته كده، دي درجه 205. زي ما قلت لكم الروج عادي جدا، زي بالظبط الريحه، الملمس، كل حاجه نفس الارواج العاديه بتاعت ميه سينما، مفيش اي اختلاف نهائي. اوكي تمام. بس هو كده ده الريفيو بتاعي النهارده، وهي درجه الروج عماله تغمق معانا. ده شكلها في العلبه وده شكلها هنا. بس كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في فيديو جديد، باي.